وقد روينا عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن في الفاتحة دواء ل70 داء أيسرها الهم. فإذا أكثر المرء من قراءة هذه السورة العظيمة فاتحة كتاب الله عز وجل، وخصوصا إن كان في صلاة، فإن الله عز وجل سيزيل عنه ما في نفسه من الهم والغم. وقد ثبت عند ابن حبان وأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة دعاء فقال: من سمعه فليحفظه. من قال: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني، قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله عنه الهم والحزن.